كما قلت لك احنا مرتبطين بالارض اكثر من مرتبطين بالمدينه بالدشره بهذا المجال الحضري. اخترنا نجو ونطوروا هذا الفلاحه ونشتغلوا. فرضنا ما خلق صحراوي اليوم ما عنده ارض ولا عنده سهب ولا عنده قراره ولا عنده حرث ولا عنده شيء، ونختارهم كاملين كما درنا نحن وبدينا الحمد لله عندنا فوق 10 سنوات ضريك ولا اكثر. رغم قله المعاونه وقله المؤسسات اللي ما عندها علاقه بالمجال الفلاحي، دير دفعه لهذا النوع من الشباب باش يفلحوا في ترابهم وارضهم، راهو نوع من الاستثمار ونوع من التنميه البشريه. باش يديروا دفعه هذا الشباب ويبينوا هذا المجال الفلاحي، نتكلم عن المؤسسات المتعلقه بالمجال الفلاحي، راهي حبر على ورق مناطق الصحراويه. ثانيا مجال الكسب، ما تينا قاعدين نكسبوا، لان السحاب من يطيح في بلد تقوم واعدها هنالك خطر الالغام، ما تلاقي حد قد يقيس بلد فيه السحاب، ما تلاقي حد قاد. اللهم نفلحوا في بلدنا ونعدوا شي روسنا في بلدنا ونربوا الحيوان في زرنا. هذا هو اخر المطاف اللي احنا بالنسبه هاو الشباب اخترنا نفلحوا بلدنا ونديروا هاي النوع من الفصل الاغنام دي تشوفوها معنا ضريك، ودرنا الابل ودرنا التسمين للابل، درنا غيبه فايته. كما قلت لك هذا النوع من قله شيء من ناحيه المؤسسات الوصيه اللي خاصها تعاون في هذا المجال، عوض من عادمه. في مجال القروي عوض من عادمه، ما خارج لا فلاحه لا تنميه بشريه في اطار الفلاحه، لا فونداسيون ديال سي بي وعدونا حد دفعنا احنا اتحاد المراعي بكره دفعنا 76 دوسي في اطار الجيل الاخضر وفي اطار المخطط الاخضر سابقا، عاد قالوا لك الجيل الاخضر، وفي اطار الجيل الابيض والاصفر والاحمر، ما خارج شيء نهائيا. عندنا نتاجوا على ايدينا وعلى خدمه والخدامه الحمد لله، ومع الاستشاره الفلاحيه اخترنا نكون روسنا بروسنا. كيقول لك الصحراء ما يصدق فيها شيء، عاد فكرتنا كاع اللي تمشي معاهم هما، ولكن في اخر المطاف الحمد لله ايماننا بهذا الدوسي اللي قبضناه وهذا الملف ديال الزراعه وديال الفلاحه وديال الخاض وديال ترابنا نبينوه الوجود على صالح الزراعه اللي احنا مآمنين بها ومتيقنين كذلك. في اخر المطاف الحمد لله بان ذا الشيء وظهر الوجود، والتراب راهي لا تعطيها تعطيك. درنا هون الرمان، درنا التفاح، درنا البوعويد، درنا ماطيشه، درنا البنان، درنا الدلاح قضنا قدر من السوق، درنا السويهله، البنون، وحاليا راك شايفين الربيع، القزبور والمعدنوس كنقضوا حاليا يوميا نقضوا 600 700 ربطه. الزيتون جيتو الحمد لله نجح. هذو هما التجارب اللي عدلنا وناجحين كاملين الحمد لله. وعده فواكه والبصله كذلك، البصله لا شوف لا اللي درت ومع مع الاراده كل شيء ينجح الحمد لله. التجربه الكبيره اللي راتها الله اللي خدامين عليها والدور تنجح ان شاء الله مع العمل هي الروز، بحكم مارو منطقه معروفه به ومحبه له، خصوصا مجتمعنا احنا المجتمع الصحراوي، واللي انت ما شاء الله من قدام دايرين واحد التجربه ديال مارو، واللي نجحت اللي نكبروا ونوسعوا المشروع ونعود هكتارات شاسعه عن مارو، والدور يقضي ان شاء الله اسواق مدينه العيون عن قريب، وهذا هو السلام.